قال طز في الفلوس، كرامتي أهم، ورفض 1,200,000 جنيه. رضي بالأسئلة المحرجة ورفض حد يهينه أو يقلل منه. سر إلغاء حلقة رضا عبد العال مع رامز جلال في برنامج رامز جاب من الآخر، كواليس المكالمة بينهم واللي حصل في دبي مفاجأة للكل. يلا بينا نحكي الحكاية في فيديو جديد من حكاوينا. رضا عبد العال قالك رضينا بالهم والهم مش راضي بينا، لما أسئلة محرجة من الجمهور ورامز جلال يسخن الدنيا أحسن ما يديني كلمتين إهانة في أول البرنامج وأبقى مسخرة السوشيال ميديا والناس كلها تتريق عليا. جات له مكالمة تليفون إنه هيروح يقابل رامز جلال ومش هيعمل مقلب ولا حاجة، ده كل الحكاية إنه هيبقى ضيف يجاوب على أسئلة الجمهور، مش محتاجة يعني، وهو هيعرف يجاوب إيه ويرفض إيه، وتسخين رامز جلال هيقدر عليه. راح على دبي، لقى اللي اتقاله عكس اللي اتفق عليه. قالك طز في الفلوس قصاد كرامتي ومحدش يجيب سيرتي بكلمة تهني، ورفض 1,200,000 جنيه حتة واحدة كده. في حد رفض الفلوس دي يا جدعان؟ اهو رضا عبد العال عمل كده. هو بيحكي انه رايح يعمل لقاء حواري مع جمهور في الاستوديو وكده، لقى رامز جلال هيعمل فيه مقلب، قالك استوب لحد هنا والمصحف ما انا لاعب، وخد في ديله وطار وقالك الغي رحلتي. الاكيد ان رضا عبد العال اتخض من ظهور رامز جلال ليه في الاول، وممكن يكون كمل المقلب لحد فقرة الكالون في السيفون ووقع جوه الأنبوبة، وجايز كده يعني وقع مع ضيف تقيل هو مش عايز يصالحه. هو ما قالش مين، بس يمكن يكون ده كمان سبب من الأسباب اللي خلت رضا عبد العال يرفض يكمل المقلب. وقال إنه لما عرف حكاية المقلب رفض يكمل. تتوقعوا يكون مين الضيف التقيل اللي خلى رضا عبد العال يرفض يكمل الحلقة؟ تخيلوا كده معايا إن رضا عبد العال وهو بيحكي عن المقلب جات له مكالمة تليفون واتفق على الحلقة وهيروح يقبض 1,200,000، وساب الفلوس دي عشان حاجة واحدة بس، إن رامز جلال يهينه بالكلمتين اللي بيقولهم في بداية استقبال الضيف والسخرية منه، وهو ده اللي خلى رضا عبد العال ما يكملش. أصلا هو رافض فكرة إنه يقع في مقلب وكده، والصراحة في البرنامج كان فيه مصداقية إنه هينزل قصاد رامز جلال ويعملوا برنامج حواري، لكن عشان الاتفاق اختلف قالك أنا مش راجل اتفقت معاكم ولا إيه؟ مش هكمل يعني مش هكمل. الفكرة هنا بقى إن رضا عبد العال راح مقالب رامز جلال قبل كده وقال أنا ما كنتش أعرف عشان كده كملت، وكل الناس كانت بتقول علينا بيروحوا عارفين المقلب عشان يتهانوا ويقبضوا فلوس. طيب أنا هو عرفت المقلب واستغنيت عن الفلوس ومش فارق معايا أي حاجة ممكن تتقال. المهم عندي إن أحترم نفسي رغم إن فلوس مشاركتي في البرنامج اللي فاتت كانت فلوسها أقل بكتير من اللي كنت هقبضه. أصلا أنا ما كنتش لسه خدت فلوس عشان أرجعها، يعني بالبلد كده الضيوف بيقبضوا بعد ما يعملوا الحلقة ويخلصوها. رضا عبد العال بيحكي إنه اتصاب قبل كده في برنامج رامز في الشلال وجاله شرخ وقتها، وقصة كده كبيرة ما تكلمش عن تفاصيل كتير فيها، لكن القصد كله إنه مش هيتمسك من إيده اللي بتوجعه. احنا هنا مستغربين شوية، كان ممكن رضا عبد العال ياخد الفلوس ويعمل بيها حاجة أيا كانت إيه هي ويكمل في البرنامج وخلاص، ولا أنتم إيه رأيكم؟ ممكن يكون الضيف التاني اللي كان معاه في الحلقة هو السبب إنه ما يكملش عشان مش عاوز يصالحه؟ اكتبولي توقعاتكم في التعليقات.